تسليما. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعوض بسلامة الجميع.
تربطنا به بها قرابة حسب التاريخ. الموت والحياة من مقدرات الله في خلقه، ولكن المرحوم قبل مرضه كان يقوم بواجباته على ما يرام الاجتماعية بعدما من عليه الله بهذا المرض وأقعده كان دائما يقوم أين بواجباته، فإننا نقول ونسمع منه كان يقول الحمد لله على ما أمر الله به علينا. المثل الثاني عندنا يقول من خلق ما خلق الخلق الصالح من اهتد بهم الله يرحمه وخيرنا يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المشيعون الأفاضل، المشايخ الأجلاء، المرحوم أبا طارق كامل مراد المربي والأستاذ والمعلم الفاضل بيجم يودع اليوم مربيا ومعلما وجيلا يتناقص. بيجم خسرت وفقد صاحب القلب الطيب المربي الأستاذ أبو طالب صاحب البيت الكريم. أدعو الشيخ أبا غالب علي الفلاح فليتفضل. ما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحمده في السراء والضراء، وأحمده في الشدة والرخاء. أحمده على الأخذ كما حمدته عند العطاء. أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الإخوة، بقلب حزين أقف أمامكم لأقول بعض الكلمات بأخ تركنا وترك لنا في القلب لوعة وفي العين دمعة. ترك لنا في القلب حسرة وفي العين دمعة، ألا وهو الأخ أبو طارق كامل مراد. إني أعترف أيها الإخوة لا أستطيع أن أبي هذا الرجل حقه ببعض الكلمات، ولكن ربطتني بهذه العائلة الكريمة منذ عشرات السنين روابط الصداقة والمعرفة، وقد عرفته عن قرب. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق غنيا عن طاعتهم وآمنا لمعصيته، لا يزيد في ملكه إن عبدناه، ولا ينقص في ملكه إن أنكرناه. ومنذ ذلك الوقت، منذ بداية أن خلق الله هذا العالم، وهذا العالم مولود ومفقود، وقد عرفنا سبحانه وتعالى بأن هذا العالم به طريقان: طريق الدين وطريق الدنيا، طريق الخير وطريق الشر. فمن يعمل خيرا فلنفسه، ومن يعمل شرا فعليه. وكل إنسان يعمل لنفسه،
أما رجل الدين فحياته عبادة وتعبد وزهد وتزهد، وعلى هذه الحياة سيقف أمام رب الأرباب ويحاسب على ما قام به بأعماله. أما الحياة الثانية فهي علاقة الإنسان بالإنسان، وقيمة الإنسان في هذه الحياة مقدار القيم الإنسانية التي يتحلى بها الإنسان. فالفقيد الراحل كان يتحلى بجميع الفضائل، بكل المزايا الطيبة، كان صادقا، كان أمينا، كان مخلصا، كان وفيا، صاحب البيت الواسع. من عرفه عرف فيه الكرامة والشهامة، ومن فارقه وعيونه تدمع. وأخيرا أقول وأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويعفو عنه ويزيد من حسناته وينقيه من السيئات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فإلى جنات الخلد يا أبطال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويرضيكم. رحم الله فقيدنا وأطال في عمر الشيخ أبا غالب علي الفلاح. المشيعون الكرام، عذرا ممن طلب أن يلقي الكلمات، تقتصر الكلمات على بعض الأشخاص الذين أصروا على إلقاء الكلمة، ولكن أستبيحهم عذرا أن تكون الكلمات بالإيجاز ومختصرة. أدعو الخال أبو سليم يوسف سلامة لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قال تعالى: وبشر الصابرين إذا صبروا وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمته وأولئك هم المهتدون. المشايخ الأفاضل المشيعون الكرام، لست أدري من أين أبدأ وماذا أقول، فالمرحوم أبو طارق كان قريبي وكان زميلي في الدراسة الثانوية وكان صديقي لا بل أخي، ولهذا أبدأ ببيوتا من الشعر وأقول: الحق نادى فاستجبت ولم تزل بالحق تفعل عند كل رداء. خلفت في الدنيا بيان خالدا وتركت أجيالا من الأبناء. غدا سيذكرك الزمان ولا يزل للدهر إنصاف وحسن جزاء. يا ابن عمتي أبا طارق، أيها المعلم الأصيل الذي قضى حياته من التواضع إلى التواضع واندمجت فيك المتناقضات، جمعت بين الرقة والصلابة، جمعت بين العذوبة والجزالة، جمعت بين الشفافية والقوة، وجمعت بين العناد والدماثة، فتلونت شخصيتك وتنوعت حياتك، تنقل فيها من محطة إلى محطة بين مدارج ذات قوام واحد: الصبر والثبات، الصمود والتحدي، العزم والعزيمة، والإرادة والحق. فقيدنا الغالي، كم هي قاسية لحظات الوداع والفراق، والتي تسجل وتختزل في القلب والذاكرة، وكم نشعر بالحزن وفداحة الخسارة والفجيعة ونختلق بالدموع. ها نحن نودعك اليوم يا أبا طارق، فتنحني قامتنا وكبرياؤنا احتراما وتقديرا لمقامك كمعلم ومربي
كان واحدا من جيل المربين والأساتذة الأفاضل المؤمنين بالرسالة التربوية العظيمة. فقد فارقت الدنيا بعد مسيرة عطاء طويلة ومشوار في السلك التعليمي والعمل التربوي والاجتماعي. أخي وابن عمتي الغالي، أستاذنا الكريم، إن العطاء في الحياة سر من أسرار الخلود، سر عرفته وعرفت كيف تجعله منهاجا ونمطا لحياتك. فمهما حاول الموت لن يمحو ذكرى من أعطى كل هذا العطاء. فيا أيها الإنسان الطيب والمربي المخلص، ويا نبع العطاء والنهر المتدفق، يعز علينا فراقك، ومهما كتبنا من كلمات رثاء وما صدرنا من حروف حزينة باقية لن نوفيك حقك لما قدمته من علم ووقت وجهد وتفاني في سبيل شباب ورجال الغد والمستقبل. لكن عزاؤنا بأبنائك وبناتك طارق، إحسان ومضار، عفيف، قرص ومران، فإنهم خير خلف لخير سلف. أخيرا رحمك الله يا أبا طارق وأسكنك فسيح جناتك. الله يرحمه ويهديكم. من عقائد الخال المرحوم أبا طارق: الفكر مرآة صافية، وكفي أدبا لنفسك تجنبك ما كرهته لغيرك. أخرى مرة إخوان اللي بدهم يلقوا كلمات رجاء خاص في الكثيرين الذين يريدون أن يؤبروا الخال، نرجو الاختصار في الوقت. أدعو الشيخ أبو صالح يوسف صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الأنبياء المسيرون الكرام، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمود. نعم بالأمس يا خالي لبيت الندى، ودعت جوهر شمال في عباية كهول، من قدك المعطاء مرات بسخاء وتراب الرمس اقساط من جسمك غدا مجبور. واليوم يا خالي مع كبر المصاب تعثر لساني ما يشهد وما يقول. ربيت الأجيال في نبض البلاد، ورسمت علمك في تاج الجليل، خدمت في إخلاص نخبة من الشباب جندوا للعلم بتنوير السبيل. وبذكرك الطيب تتغنى البلاد، جود وكرم واخلاق إذ كنت الدليل. وعلى على صبرك المنشود ما تشغل الفؤاد، وما لسانك عن حمد خالقنا كسول. واليوم يا خالي نبتهل لله بصدق النوايا وحسنها ونقول: للقرب يشفع ولا بنون تنفع، إنما السجايا بالعمل مشغول. أكثر مزايا المؤمن فيك انطبع، دنيا وصدق وأمانة وعلم مع رضا وتسليم. وأخيرا يا أيها المشيعون الكرام، نبتهل لله العلي القدير أن يتغمد فقيدنا واسع رحمته، ولأبنائه أن يكونوا خير خلف بخير سلف. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويبقى حضرات. رب مستقبل يوما ليس بمستدبره، ومربوط في أول ليله قامت بواكيه في آخره. العمر يا خال أقصر من أن يحتمل الهجرة. أدعو الأخ وصديق الخال الأخ أبو أمين سمير وهبي فليتفضل. الموت حق والحق صعب بهذا المضمار. أيها الراحل أبا طارق، أيها المربي الفاضل، نحن أمة
تؤمن بالقضاء والقدر. أيها المربي الذي بدأ رحلته التربوية من أوائل هذا البلد الأشم، بدأت مرحلتك مربيا في النقب في مدارس البدو، وعدت إلى بلدنا الأشم مربيا معطاء صاحب عطاء بلا حدود، كريم النفس عفيفها. أيها المؤسسون الأفاضل، باسمكم جميعا نبعث تعزية إلى جبل الأشم، إلى القرية، إلى آل مراد، حيث هناك يمرون بمحنة قاسية وعاصية، ونتمنى أن تمر هذه الغيمة ويظل جبل الأشم أشما بأهله وآل مراد الكرام، الأبناء البررة الذين وقفوا مع أبا طارق في أشد الظروف. عزاؤنا بكم. لا أريد أن أطيل عليكم، رحم الله أبا طارق وأبقاكم جميعا. لا أرانا ولا أراكم الله مكروها بعزيز إلى مدى بعيد. إن لله وإنا إليه راجعون. والمال محكوم عليه. أنت هرما في مسيرة العلم، أعطيت وربيت أجيالا كثيرة وكبيرة في بيجان. رحمة الله عليك يا خالد. أدعو صديق المرحوم الشيخ أبا سامر شفيق حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشيعون الأفاضل، هذه الكلمات بالنيابة عن نفسي وباسم البعض من الأصدقاء وجيران الفقير. عرفت الأخ أبا طارق منذ أكثر من 50 عاما حين كنا في المدرسة الثانوية الرامة، واستمرت المعرفة بل الصداقة إلى يومه الأخير. عرفت بفقيدنا الغالي الذكاء، الوفاء، روح النكتة، الكرم والصدق والأمانة. فمن اجتمعت به هذه الصفات فهو حبيب الشعب وحبيب الله. فقيدنا الغالي حمل عليه الدهر بنوائبه الجسيمة ورماه بخطوب متوالية في صحته حتى خارت قواه ورزح تحت أثقالها. ورغم هذا كانت ثقته تامة بالله، وقبل الشدائد بالصبر، ولم يكف لسانه بآيات الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. على أن الفقير وإن مات فإن ذكره حي مع الزمان، وقد ترك لنا أنجالا من خيرة الرجال وأعزهم نفسا حتى كأن نفوسهم مرآة انعكست عليها صفات الوالد الحنون، وانطبعت فيها صورته الأدبية ومحاسنه البهية، فبهم يحق العزاء. والله نسأل بتذلل وضعة نفس أن يغادي نفس الفقير بسحائب رضوانه ويباركها بعفوه ويحلها في جناته الفسيحة. الله يرحمه. معرفة العلم دين يغل به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل أن تحدث بعد وفاته، وهكذا هو الخال المرحوم أبو طارق. أدعو مدير المدرسة الابتدائية جيم الأستاذ من الأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
جبل هوى لو خر في البحر ارتدى من وقعه متتابع الإزداد. ما كنت أعلم قبل دفنك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواد. إن الدموع عليك غير بخيلة والقلب بالسلوان غير جواد. فاذهب كما ذهب الربيع وإثره باق بكل خمائر ونجاد. المشيعون الكرام، إني أقف أمامكم اليوم رأسيا معلمي وزميلي، معلمي الذي علمني صغيرا وحمل الرسالة الشريفة، رسالة التربية والتعليم، أكثر من 4 عقود. فيها علم وثقف وربى وأنشأ أجيالا هي اليوم ركيزة مجتمع متحضر واع وراقب. أبا طارق، إن كلمات اسمك الثلاثي احتوت المعاني الصادقة. أنت الكامل، تحمل الشمائل الصالحة لا ينقصك منها شيء. أنت الملحم الذي سعى إلى الوفاء والتآخي ونشر المحبة. أنت المراد، الكل كان يريد الجلوس معك ليتمتع بحديثك البشوش والمجالسة المميزة. لم تكتفي بهذا، بل أطلقت على أنجالك أسماء ليكملوا مسيرة الحياة الرائعة. طارق، إذ كان بابك مفتوحا يطرقه القاسي والداني. إحسان، نهجك الإحسان للناس وتقديم المساعدة وعمل الخير. مضر، التمسك بالتراث والمحافظة عليه. أبا طارق، من كانت فيه هذه الصفات مسيرة حياته خالدة في قلوب الجميع. باسم أسرة مدرسة الأمل أتقدم بالتعازي الحارة والقلبية لأسرتك خاصة وأقاربك وعموم أهالي بلدتنا ومعارفك الكرام وأسرة التربية والتعليم التي فقدت علما من علمها. إلى جنة الخلد يا أبا طارق، متوسلا إلى العلي القدير أن يغلق عليك رحماته وأن تكون الجنة مثواك. الله يرحمه ويغفر. أصدقاء أخيار كبار، نتشرف بهم ونتشرف بنهبتهم ومشاركتنا هذا المصاب الأليم. أدعو رفيق وصديق الخاب الأستاذ ديك صابر يأتي كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي صور الخليقة وأظهرها وطهر القلوب ونورها، فسبحان قاهر عباده بالموت وهو الحي الذي لا يموت. واعلم أن جميع ما قدره الله وقضاه لا دافع له غيره ولا رافع له سواه، فعليك مقابلته بجميل الصبر وحسن الرضا وصدق الاتكال على الله سبحانه وتعالى. أيها المشايخ الأجلاء، أيها المشيعون الكرام، في هذه اللحظات الحزينة أقف لأودع زميلي بل صديقي وأخي أبو طارق كامل، وأقول له: تعجلت الرحيل وليس فيك موت، فروحك حية تبوج بالحياة. فارقتنا فتركت في القلب مرارة تكوي الفؤاد وتشعل الآهات. تموت وتحيا كل يوم زهرة تبكي ترابك المبلول بالدمعات. تميز فقيدنا بمناقبه الفضيلة وأعماله الصالحة، فربى أجيالا طيلة 40 عاما تربية حسنة، أحب طلابه وأحبوه، احترم زملاءه واحترموه، وربى شبابا وبناتا تربية حسنة على الكرامة والتسامح، راعيا ساهرا للخير، فكان للأمور حكيما وللأمانة جليلا وللشرف والكرامة شجاعا. اشتهر بالتسامح والإخلاص لعمله لأصدقائه لبلده وكرمه،
والقيام بالواجب، وكان قدوة لزملائه وأصدقائه وكل من عرفه. فباسمي ونيابة عن عائلتي والأسرة التربوية أتقدم بالتعازي لعائلة الفقيد، الأقارب، الأصدقاء. رحمك الله يا أبا طارق، لا أراكم الله مكروها بعزيز، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويبقيه. وما الموت إلا موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصره وعبرة لناظر مفكر. أدعو مربي الأجيال صديق الخال الأستاذ أبا خالد جمال قبلان فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المشيعون الأفاضل، عندما يكون الحدث أكبر من حجم الكلام، رغم أن العقل يستوعب هول الحدث، لكن القلب يكون سيد الموقف، يستوعب ويعجز حينها الفكر عن التعبير. إذ كيف يمكن أن أجد كلمات أعبر فيها عن فقد معلمي، زميلي، صديقي وجاري. كنت يا أبا طارق المعلم المخلص لرسالته لطلابه وأهليه. كنت زميلا قدوة في العطاء بلا حساب أو انتظار كلمة شكر. كنت الصديق الوفي الصادق النصوح المرشد، وكنت الجار الخلوق والحافظ على العهد والجيرة. كما كنت وقد عرفناك عن قرب الأخ الودود والأب الصالح والزوج الرضي المنصف، ونعم الزوجة الموافقة المساندة المساعدة، والخلق المؤدب الخلوق من بنين وبنات أطال الله في أعمارهم جميعا. أيها المنتقل المعلم الزميل الصديق الجار، هنيئا لروحك التي تفرقت أرواحا في نفوس طلابك وطالباتك الذين احترمتهم فاحترموك، وأحببتهم فبادروك المحبة، وأدبتهم فتقالوا في تقديرك. هنيئا لروحك هذا الموقف المهيب، هنيئا لنفسك السانحة ويدك المعطاءة الكريمة وأخلاقك السامية الإنسانية. أيها الصديق، أمثالك لا يموتون بل ينتقلون لمتابعة مشوار العطاء في زمان ومكان آخرين. فطوبى لروح رحلت ثم حلت. نسأله تعالى أن يتغمدك بواسع رحمته ويسكنك فسيح جناته يوم يسأل المؤمنون عما كانوا يفعلون. وأرجوه تعالى أن يلهم ذويك وأهلك أصدقائك ومحبيك الصبر والسلوان. الله يرحمهم يبتدوا.
الأحباء الخال نبراسا ومنارة في عقولنا ونفوسنا، أدعو الأستاذ أنور دبور ليلقي كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا قاهر عبادك بالموت، سبحانك يا من هو حي لا يموت. المشايخ الأجلاء، المشيعون الأفاضل، رغم الإيمان واليقين بقضاء الموت إلا أننا لا نستطيع أن نتقبله طبعا، فالموت قاس رهيب علقم المذاق في النفوس، مرارته تعصر القلوب وتخلف الأحزان. وقد قال أحد الشعراء: ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل منها عقل كل لبيب: خروج اضطراري من بلاد تحبها، وفرقة أصحاب وفقدان حبيب. وليس أغلى وأعز من أبي طارق الذي فقدانه خسارة فادحة ليس لأهله وإنما لبلده ومجتمعه، فكان الأخ والصديق والحبيب، كان المربي الذي ترك بصمات نيرة إيجابية في مجالس بيتا وغيره، كان منهلا عذبا وينبوعا لا ينضب. فقد علمني المرحوم أبي طارق تلميذا في صغري، وبقي معلمي حين علمت معه سنين عديدة في مدرسة الأم الابتدائية في بيت جهل، فكان نعم المعلم والزميل ونعم الصديق الخلوق، كان حسن السيرة، لقد أحب طلابه وأحبوه، أخلص لهم كل الإخلاص، كان متميزا في موضوع التاريخ والتراث، يشنف الآذان بحديثه الجميل وبسرده القصص والأحداث التاريخية وبتلقينه لدروس التراث بضحكاته العالية ونقاشه الموضوعي، فكان جديا في غاية الجد، إذ كان النقاش كذلك، وكان غزليا يضحك من قلبه ويضحك ويمتع مستمعيه بما يقال في كل مكان. بعد خروجه إلى التقاعد اختار لنفسه منحا نيرا دأب على مشاركة أبناء قريتنا في مسراتهم وهمومهم وفي أفراحهم وأسرارهم، فكان المرحوم أبا فاضلا وفيا حريصا على مستقبل أفراد أسرته المباركة. بنى علاقات صداقة وجيرة حسنة في مشاعر المحبة، أحببناه جارا كما أحبه الناس جميعا صغارا وكبارا، فكان قريبا من قلوب كافة الأجيال من الأطفال والجهال والكهال والشيوخ، إلى أن أبعثه المرض، مع أنه كان جاهدا صبورا في صراعه لهذا المرض، فبلغته الموت بالأمس وفوجئنا فخيم الحزن على قريتنا وانحبست الكلمات في البلوغ والدموع والمآقي من هول هذا الخبر. المشيعون الأفاضل، هذا غير من بدر مما أسهبت في قولي، فلا أستطيع أن أفي المرحوم أبو طارق حقه من التعبير عن أفعاله ومآثره كثيرة، فنسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أبناءه وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يحفظه. منذ نشأته الخام اختار العلم علما له، وخير رفيق في هذا الزمان هو الكتاب. أتشرف أن أدعو الكاتب الأديب أبا هشام محمد مفتاح. هي ذكريات عمرها
عندما كنا زملاء دراسة في ابتدائية القرية وثانوية الرمل. كان مراد أو كان للملحن كما اعتدنا أن نقول، وأعرف ذلك عن كثب: أحب الحياة حبا جما، وخاصة اللحظات الباسمة في هذه الحياة. في المدرسة أحب موضوعين بتميز: أحب تاريخ العرب وأبدع فيه، ومن هنا جاء اسم طارق واسم مضر. وأحب الأدب العربي وأبدع فيه، وهو أول من حاول كتابة رواية وأنا رأيته. ومن هنا جاء اسم إحسان على اسم الأديب العربي المصري إحسان عبد القدوس. في ذلك الجيل كنا نحب هذا الكاتب. لم أسمع أن أبا طارق قدم أذى أو أسية لأحد. وأذكر في ساعة شيطانية شريرة في هذه البلد عند وقوع طوشة، وهذه البلد والحمد لله شيطان صغير، سافرنا 5 شبان في أول عمرنا إلى جولس وإلى أبو سنان وإلى يرقة للاستنجاد بعدد من المشايخ من أجل أن يأتوا ويفصلوا بين المتقاتلين. كان المراد كان واحدا منا، وكان المراد هو الوحيد الذي فقدناه نحن ال5. وهذه الذكريات تدل على أنه كان محبا لمجتمعه، محبا لبلده، وكما قلت كان محبا للحياة. كان يحترم الرأي الآخر. خلف عددا من البنات والبنين ونراهم طالبي علم وطالبي معرفة. كان محبا للحرية والديمقراطية في مجتمعه وفي بيته. أبو طارق، ستبقى ذكراك طيبة حية في الضمائر الحية. الله يرحمه. أم للمعلم، وفي تبجيلها كاد المعلم أن يكون رسولا. إخوان، البرنامج المخطط لغاية الساعة 12:40 ستكون هنالك كلمات، لذا أطلب ممن سوف أدعوهم الاختصار بالكلمات، ومن ثم سنستمع إلى بقية مشيخة العقل في سوريا ولبنان، ومن زعامة الطائفة المعروفية العربية في الخارج. نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. أدعو صديق العائلة وصديق الخال الأخ صالح سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
جاء في كتابه العزيز: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وجاء أيضا: كل نفس ذائقة الموت وهي لا تدري من أي أرض تموت. المشايخ الأفاضل، أيها الحشد الكريم، فقدت قريتنا جيشا هذا اليوم المربي، بل مربي المربيين، الأستاذ، بل أستاذ الأساتذة والمعلم، مع كل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. نعم أخي أبا طارق، فكنت أخا لم تلده أمي، كنت صديقا مخلصا وفيا نقيا عفيفا نظيفا كريما، كرمك كان كحاتمي. عرفناك ما يقارب 40 عام. عرفنا فيك الرجولة، عرفنا فيك الشهامة، عرفنا فيك الإخلاص والمحبة، محبة كل الناس. نعم، محبة كل الناس، فكل الناس أحبوه. هكذا كان أبا طارق، وهكذا تعاهدنا يا أخي أن الحياة مستمرة، وأعاهدك أن الحياة مستمرة. وهكذا أقول لإخوتي الصغار أبا كامل طارق وإحسان ومضر: نحن باقون على العهد. أبا طارق مدرسة علمنا العلم والحياة، علمنا محبة الناس، فسوف نستمر على هذه المسيرة إلى الأبد يا أخي. عزاؤنا بأنجابنا الكرام، عزاؤنا بأسرته، بأصدقائه، بدويه، رحمك الله يا أخي وأسكنك فسيح الله. التاريخ، وكنت معلم التاريخ، والتاريخ لا يكتب، وإنما الرجال هي التي تصنع التاريخ. وفي هذه الكلمات التي ألقيت هنا نسمع تاريخا مشرفا، تاريخا نفتخر به ونعتز، وسنبقى في مسيرتك أيها الخال الكامل. نحن أعوان منون، وأنفسنا نصب الحدود، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا إلا أسرعا في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا. أدعو صديق الخال الحميم ورفيق عمره مدير المدرسة الابتدائية لا سابقا الأستاذ أبا حسام جمال سعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المشايخ الأجلاء، الضيوف المحترمين، المشيعون الكرام. قيل: كل أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حتى أمامه. وقيل: رب أخ لم تلده أمه
نعم، إن هذا الرجل الذي نفتقده اليوم كان بالنسبة لي الأخ، الصديق، الزميل، القريب الحبيب. اسمه كامل، كان كاملا في أخلاقه، كاملا في بسماته اللطيفة، كاملا في عطائه، كاملا في معاملته الحسنة للناس، كاملا في حبه لأهله، لأصدقائه ولمجتمعه. كان كاملا في الوفاء والإخلاص وما إلى ذلك من الصفات الحميدة. كيف وبماذا أتوجه إليك؟ هل أقول يا أخي، أم يا صديقي، أم يا زميلي، أم يا حبيبي، أم يا رفيق دربي وعشير صباي؟ لقد فكرت الرحيل، فأنت الراحل الكريم الغائب الحاضر الذي نفتقده كل يوم ونتذكره كل صباح ومساء، حيث كنا طلابا ورفقاء في المدرسة، وكم أضفيت جوا من المرح والمزاح اللطيف والفكاهة على محيط الصف وفي الساحات وفي كل مكان بنكاتك اللطيفة. كنا زملاء في المدرسة لعشرات السنين، فكنت المعلم المخلص الوفي المعطاء الذي أحب طلابه وزملائه وبادلوه الحب والاحترام. وكم أضفيت من الأجواء اللطيفة على غرفة المعلمين وفي الرحلات وفي المناسبات المدرسية. خرجت إلى التقاعد لكي تتفرغ لبيتك ولعائلتك ولأولادك، ولكن القدر لم يمهلك يا أخي، فقد من الله عليك بمرض أقعدك لسنوات طويلة، فكنت الرجل المقاوم للمرض، كنت الرجل المؤمن والراضي بحكمه وقضائه، كنت صابرا بالرغم من الألم الشديد، متكلا على الباري عز وجل وراضيا بما قسمه لك. نعم يا أخي، قضيت عمرك سعيدا بين رفاقك وأهلك ومجتمعك، فكنت كريما مضيافا صاحب البيت الواسع المفتوح، كريما بنفسك، كريما بأخلاقك، حتى نعتك بعضهم بحبيب الشعب. قمت بواجباتك الاجتماعية خير قيام. عزاؤنا بكل ما ذكرت من صفاتك وأعمالك، عزاؤنا بأرجالك البررة الذين لم يقصروا يوما بحقك، بل وقفوا بجانبك طيلة سنوات مرضك وشاركوك الألم. عزاؤنا بهم لأنهم فخر الرجال. نسأله تعالى أن يوفقهم، ونسأله تعالى أن يمن عليك بواسع رحمته ونعيم جناته، وما علينا إلا الصبر والسلوان. وأخيرا باسمي وباسم الأسرة التربوية في مدرسة الأم باب بيتجن من المعلمين والمعلمات الحاليين والمتقاعدين، وباسم أعضاء جمعية المعلمين المتقاعدين في بيتجن، نتقدم بأحر التعازي إلى أبنائك، إلى أهلك، إلى بلدك، وإلى بيتجن مجتمع. فإلى جنات الخلد يا أخي، وإلى الراحة الأبدية، رحمك الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله
مشاهدينا الكرام، بعد 20 دقيقة سنبدأ بمراسيم التشريع الرسمية. هنالك سيارة مرسيدس أمام المدخل في بيت الشعب، نرجو من صاحب السيارة نقلها من مكانها. سيارة مرسيدس بيضاء. هذه هي الحياة، وهذه هي رسالة تعلمناها من الخام: المحافظة على الأصدقاء في كل مكان ومن كل بلدان، نفتخر ونعتز بهم. أتشرف بدعوة الكلمة الأخيرة طبعا، أتشرف بدعوة قدس الأب الفوري أبا فادي صالح فوري، فليتفضل. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. المشيعون الكرام، أهلنا آل مراد الأعزاء، أنجال الفقيد النشباء، الأنسباء آل حلب الكرام، الضيوف الأعزاء، مع حفظ الألقاب والكرامة للجميع، السلام عليكم جميعا. يعز علي أن أقف هذا الموقف في رثاء أخ عزيز تعجز كلمات الدنيا أن تفيه حقه، احتراما وتقديرا لرسالته التعليمية التي مارسها في حياته فأحسن العطاء، بل كان مدرسة كاملة في السلك الثقافي ونبراس علم وأدب فياض، لطالما غذى من علمه وثقافته أجيالنا التي هي مجتمعنا القادم، والتي في سبيلها قدم الغالي والرخيص، بل كان الشمعة التي أحرقت نفسها لتنير لنا ولأجيالنا القادمة حسن السبيل والنور الواضح، وهو القائل تعالى: من صار على النور لا يعبر. أبو طارق أيها الراحل الباقي، نعم أنت تلك المنارة التي يستضاء بها في الليالي الحالكة من تاريخ أمتنا وشعبنا، فقد مارست التعليم ل4 عقود من العطاء، وحملت الرسالة بأمانة يشهد لها القاصي والداني، فكنت المعلم الناجح والمدير والنائب المعطاء، وهذا الحشد الكريم هو الشهادة الواضحة لك بالسيرة الحسنة والعطاء النبيل، فقد عملت حسب ما قالت الأنبياء في الكتب المقدسة القائلة: نعم لقد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان والأمانة،
وأخيرا فقد وضع الله لك إكليل البر والتقوى الذي يهبه الله في ذلك اليوم لخائفيه. نعم أبو طارق، لقد أتقنت الرسالة وحفظت الأمانة، فنلت منه تعالى إكليل البر مجد إلى الأبد. فنم هادئ البال مطمئن الفكر في ثرى هذا البلد الكريم، فإن ذكر الصديقين يدوم إلى الأبد. أهلنا آل مراد أنجال الفقيد النجباء، أنسبائهم آل حلب الكرام، البلد الثاكل، نحن هنا لا لنعزي فقط وإنما لنشارك في العزاء، لأن أحزانكم هي أحزاننا، ونحن شركاء في هذا المصاب الجلل. فالموت حق لكن الفراق صعب. ألمنا شديد وعزاؤنا بكم جميعا، بأبنائه البررة وعائلته الكريمة وأنسبائه وبلده. رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وإياكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه. أبا طارق يرضيك البروفيسور جمال زيدان من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو معنا على الهاتف لينقل تعازيه وآلامه. تفضل جمال. أبو محمد عذرا. أبو محمد أدعو الصديق والأخ دائر خير لينقل لكم البرقية من مشيخة العقل ومن زعامة الطائفة العربية في لبنان وسوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ والصديق الغالي إحسان مراد وعموم أهلنا في بيت جنة المحترمين، تلقينا ببدر الحزن والأسى نبأ وفاة الأستاذ والمربي الكبير أبو طارق كامل مراد بعد عمر حافل بالعطاء وبهذا المصاب الأليم. أتقدم باسمي وباسم عائلة الشهيد الشيخ صالح فرحان العريضي والمرحوم الشيخ أبو صالح فرحان العريضي من عائلة الفقيد عموما، ومن الأخ العزيز إحسان خصوصا، بخالص التعازي القلبية سائلين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأهل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم بلال صالح العريضي، فيصور، لبنان. بقية من الجاهلية لبنان. جانب الأهل والإخوة الأعزاء، لقد ألمنا خبر وفاة المرحوم أبو طارق كامل مراد والد الأخ إحسان، وبهذا المصاب الأليم وإن تعذر حضورنا شخصيا للأسباب التي نعرفها، فإن قلوبنا ومشاعرنا معكم وبينكم أيها الأهل الأعزاء. ولا يسعنا إلا أن نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويمن عليكم جميعا بالصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. رئيس حزب التوحيد العربي أخوكم وهاب الجاهلية لبنان. المشايخ الأجلاء المشيرون الكرام، وصلنا بمزيد من الحزن والأسى وفاة الأستاذ المربي أبو طارق كامل مراد رحمه الله، وإننا باسم عائلة الشهيد صالح فرحان العريضي نتقدم منكم بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. لم تسمح لنا المسافات والحدود أن نتشرف بمعرفة المرحوم أبو طارق،
ولكننا وبكل فخر تشرفنا بمعرفة ابنكم الناضل الأخ إحسان إبراهيم، فكان مثالا من العنفوان والمبادئ الصادقة، ومن خلال معرفتنا به عرفنا بيتكم المبني على العروبة والحفاظ على وحدة البيت الكبير، فهذا الشبل من ذاك الأسد. أخوكم منهل صالح فرحان العريضي، ميسور لبنان، بقية من خلد لبنان. حضرة الأخ إحسان إبراهيم المحترم، ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الأستاذ والمربي الكبير أبو طارق كامل ملحم مراد. بهذا المصاب الأليم أتقدم منكم ومن عائلة الفقيد بخالص التعازي القلبية، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. طلال مجيد الإسلام خلده. بقية تعزية من مشايخ عقل طائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى جوار ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب حزينة وبتسليم بقضاء الله وقدره تلقينا خبر انتقال الأستاذ أبو طارق كامل مراد والد الأخ إحسان إلى رحمة الله تعالى. نتقرب من أهلنا في فلسطين ومن أهل مراد بتعازينا الحارة ومواساتنا العميقة ومشاطركم الحزن بهذا المصاب الأليم، سائلين الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان وأن لا يرجعكم بعزيز. إنا لله وإنا إليه راجعون. سوريا السويداء. شكرا. بالإضافة لحكون مؤمنين عن صفات الحميدة للفقيد، تعرفنا على هذا البيت منذ عدة سنوات. تعرفنا على هذا البيت منذ عدة سنوات، ونشهد بالإضافة إلى هذا بأنه خلف شباب محترمين اللي شعارهم الآداب والأخلاق والإخلاص جزاكم الله خيرا عنا. أدعو حضرات المشايخ لتلاوة الصلاة فليتفضل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان من له الملك والملكوت، سبحان من له القدرة والجبروت، سبحان من قهر عباده بالموت وهو الحي الذي لا يموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وشرف وعظم وزد وجد وأمن وأنعم وبارك بجلالك وجمالك على أشرف الأمم سيد العرب والعجم إمام مكة وزمزم والمدينة والحرم من أطاعه السيف والقلم عالي الهمم مليح الشيم معدن الفيض والجود والحكام سيد الأنام ومصباح الظلام وخاتم الأنبياء والرسل الكرام نبينا محمد فزد يا ربي كرما وشرفا ورفعة ومهابة وإجلالا وتعظيما. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صحابة رسول الله أجمعين. رحم الله من نظر فاعتبر وأمر فاعتمر وزجر فازدجر ولمثل هذا الحق المبين انتظر. انتظروا واعتبروا يا أولي الألباب الحكم لله الواحد الوهاب. معكم جنازة رجل مؤمن مربي من أهل التوحيد والإيمان والحقيقة والبرهان تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان. إنه رؤوف منان متطاول بالمانة والإحسان. الصلاة على هذه الجنازة الحاضرة أثابكم الله فسبحان الدائم الباقي الحي الذي لا يموت. نويت أصلي على هذه الجنازة الحاضرة 4 تكبيرات فرضا كفاية لله عز وجل مستقبلا الكعبة الشريفة إماما. نويت الله أكبر وأطعنا وللحق اتبعنا. نويت أصلي على هذه الجنازة الحاضرة 4 تكبيرات فرضا كفاية لله عز وجل مستقبلا الكعبة الشريفة مقتديا. نويت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المسلمين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اقبلنا وتقبل منا بحرمة الفاتحة يا حي يا قيوم. ولا الضالين. اللهم إن كان محسنا فزد من إحسانك على حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرات المشايخ الأجلاء المشيعون الكرام، أسمح لنفسي أن أقول بيت جن والطائفة العربية المعروفية فقدت أحد أبنائها ومربيا للأجيال، معلما وأستاذا كبيرا شامخا. احترم احترم المجتمع عامة، أحب المجتمع، كان صديقا كما عهدتموه جميعا، وفيا ومحبوبا لأجيال كاملة، وهكذا كان اسمه وسيبقى
في مخيلتنا وضمائرنا ونفوسنا كاملا. وتعلمت على أيديه أجيال كاملة في هذه القرية، وربما لو استطعنا الإحصاء أكثر من 80 أو 90% من سكان بيت جن فازوا وحظوا، وأقول فازوا فقد كان معلما بمعنى الكلمة. لقد وفر الله سبحانه وتعالى لمجتمعنا العربي والمعروفي شخصية مرموقة مثل أبي طارق، فهذه مشيئة الله يا خال. الله هو الأول والآخر، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيئته اختراعا. المجتمع تعلم منك أبا طارق الخال الحبيب العزيز، الكثير تعلمنا منك. أنت المعلم في الصدق والأمانة وقول الحق، مربيا متواضعا، فكنت أهلا لأن تكون من صقلوا تقدم وتطور المجتمع بعمته من خلال رسالتك المقدسة. كنت وما زلت رغم رحيلك قدوة نفتخر بها ومنارة في طريقنا ومسيرتنا. نعم أبا طارق المعلم المميز رأى في كل مخلوق بشري بصمات الخالق جل جلاله. لن تنساك الأجيال أيها المعلم الكبير. وداعا يا فقيد الجميع، وداعا أيها الراحل الهرم. نعم علمتنا، سنستمد من مدرستك بعض الحكمة وبعض الرزانة يا رجل المواقف، يا صاحب الكتابة والعلم. هيهات أن تكتسب من لديك نفحة من روحك، وبها ساعين طامحين إلى المجد والعلا كما عودتنا. رحمة الله عليك يا مربي الأجيال، وستبقى خالدا. حفاظا على راحتكم ستقتصر الكلمات على كلمة آل الفقيد بواسطة نجمه الأخ والصديق إحسان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المشيعون الأفاضل، الحمد لله الحي الباقي على الدوام، المنفرد بالعز والقهر والجلال والإكرام، الحاكم بالحمام والقاضي بالمنية على الخاص والعام، القائل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا محيد لأحد عن الموت ولو عمر 1000 عام. جعل الزرع البشري بمنجل الموت حصيدا، وفي بيدر الأحداث بدياس البلا فقيدا، ويقسمه يوم يبعثه خلقا جديدا. نحمده على ما ساء وسر، ونشكره على الحلو والمر، ونؤمن بما قدر من خير وشر، ونسأله الرضا بما قضى وسطرته الأقلام والقضاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو الموت وما أصعبها من كلمة وما أقساها من لفظ. ويبقى الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا، وهو حق علينا جميعا، ولكنها بشرية الإنسان. فإذا كان موت القريب لقريبه مصيبة، فإن موت الوالدين أو أحدهما من أشد المصائب وأوجع المواجع. وكيف إذا كان الفقد لذلك القلب الحنون، أغلى إنسان وأرحم إنسان وأوفى إنسان، أباك ثم أباك.
قال تعالى في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. المشيعون الأفاضل، يولد الإنسان منا ليعيش ويكبر، وطيلة حياته يفكر بكل ما هو ممكن سوى أمر واحد يصعب عليه التفكير به، وهو موت الأهل، مع أن الموت أقرب شيء إلى الإنسان، فكل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، ومع أننا نراه كل يوم يتخطانا إلى غيرنا، وسيأتي يوما يتخطى غيرنا إلينا. نعم أيها الموت، لقد تخطيت غيرنا إلينا، وها أنت أمامي، وماذا أقول؟ والراحل أعظم من الكلمات. ماذا أقول وقد جف سماء القلب سحبا؟ وهل أبكي وقد ضاقت الأنهار مدمعي؟ وكيف أرثيك؟ وأي اللغات تسعفني؟ ومن أين أبدأ؟ هل أبدأ بالحديث عما أصابنا بعدك، أم أصف ما كنا عليه بوجودك؟ وهل علي أن أشرع للماضي أن يصحبك وأنت الحاضر فينا أبد الزمان وأبد الإنسان؟ وأبداه، كيف يمكن لنا أن ننسى وقد كنت لنا الأب المعطاء والسند القوي، حبا وحنانا ليلا ونهارا، فكنت لنا الصديق الصدوق الوفي للوعود، هامت في حبك أنفاسنا وأرواحنا. وأبتاه، كيف يمكن وأنت المرشد والمربي والمعلم نهلنا من محبتك للناس حب الحياة، ومن كرمك حب الآخرة، فكنت فينا مثل السحابة التي على كل الناس بالخير والمحبة تمطر، وعلمتنا أن النفس عزيزة وأنها لغير الله لا تذل ولا تقهر. وأبتاه، كيف يمكن وأنت من جسدت بمرضك وصية الأنبياء في التحمل والصبر، فصرعت المرض وتحملت الألم لأكثر من 15 عام، كانت تتقطع قلوبنا كل يوم آلاف المرات، وأنت الصابر المؤمن الحامد لله المبتسم المحب، ليتقزم المرض أمام عنفوان معنوياتك وإيمانك بالله. سأبكيك يا أبي مدى الحياة، وسيبكيك إخوتي وأخواتي، سيبكيك طارقك يا أبا طارق، وسيشتاق لك مباركة، وسيدمعن عفيفي قطف بران مدى الحياة. سيبكيك أحفادك وكل المحبين والمخلصين. وأبتاه، كيف يمكن وأنت الكريم ابن الكرام صاحب البيت العامر بنيته بلبنات المحبة والعفو، وشيدته بأعمدة العزة والكرامة، وفرشته بالتواضع والإحسان، وزينته بجنان الشجاعة والكرامة والعرفان. وكيف لا وستبكيك أمي الحنون ورفيقة دربك على الحلو والمر والسراء والضراء والشدة والرخاء، أطال الله بعمرها. المشيعون الأفاضل، ولد المرحوم أبو طارق كامل ملحم مراد عام 1940 لعائلة كريمة من أهالي القرية. تلقى تعليمه
الابتدائي في القرية، ثم انتقل إلى بلدة الرامة لإتمام تعليمه ليتخرج منها ويبدأ بمزاولة مهنة التدريس منذ عام 1964، وحتى عام 2000 كان من أول المعلمين في القرية. خرج المئات من الطلاب، أحبه طلابه وأحبهم، كان صديقا للبعيد قبل القريب، متواضعا سخيا كريما، أحب الناس وشاركهم وبنى له صرحا من العلاقات الاجتماعية نراها أمامنا اليوم، ما نشعر به من خلال علاقاته أيضا خارج القرية. استمر في التدريس حتى أقعده المرض عام 2000، وتقبل ذلك راضيا مسلما بقضاء الله وقدره، إلى أن وافته المنية بالأمس ليلا. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا أبتاه لنحزن، ولن نقول إلا ما يرضي ربنا، فجزاك الله عنا خير الجزاء، ونسأله أن يرحمك بواسع رحمته. وعزاءنا بكم جميعا المشيعون الأفاضل بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أقاربي، أتوجه لكل من واسانا مصابنا بالشكر والعرفان على تحمله مشاق السفر والقدوم، وإلى كل الذين أرسلوا التعازي، ونسأل الله أن لا يريكم مكروها بعزيز. وأتوجه إلى كل من لديه مناسبة أو تخطيط في هذه القرية العزيزة أن يستمر في برنامجه كما خطط له. إن لله وإنا إليه راجعون. لا أراكم الله مكروها بعزيز. الله يرحمه ويبقيكم. من أسماء الله العليم، والعليم من أخص من علمه لبني بشر، وكان الخال معلما، ويقال وتجوز الرحمة على من ربى هذه الأجيال. راحة لحضرتكم أيها المشيعون الكرام والمشايخ، نرجو الأخذ بالخاطر بعد رفع الجنازة مباشرة، وكما سنتواجد في بيت الشعب من هذا اليوم لغاية يوم السبت من الساعة 3 حتى الساعة 9 مساء. لا أراكم الله مكروها بعزيز. الله يرحمه. لحظة شوي شباب لحظة. سلامة عمار حبيبنا سلام. كيف حالك؟ وصل لك اياه وصل. لا مش وصل. يلا ان شاء الله. Tabii.